السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينتي الغالية وهران ومن وسط البيت العائلي. أقدم تحياتي لكل المتابعين الكرام في كل مكان. الفيديو اليوم والذي يصادف أحب المتابعين اليوم الوطني للشهيد. قام الرئيس الجزائري ب خطاب مكتوب لصالح الشعب الجزائري، وأيضا لصالح كل من يشكك في الجزائر وإمكانيات الجزائر، حيث أكد الرئيس الجزائري أن الاستعمار الفرنسي يتحمل بقدر كبير مسؤولية ما وصلت إليه الجزائر، حيث كان السبب في تعطيل حركة التنمية وحركة التقدم لمدة أكثر من قرن، يعني 130 سنة بالجزائر، وحملها مسؤولية التدهور التي آلت إليه الجزائر في ذلك الوقت. هذا طبعا جاء ردا على مارين لوبان وزيمور الذين أكدوا أن الاستعمار الفرنسي لم يكن أبدا سلبيا، عكس ما تقوله المستعمرات السابقة، وخاصة يعني مارين لوبان أكدت على الجزائر كمثال، لأنه كان خدم الجزائر أكثر مما سلبها حقوقها. فقط نذكروا أحب المتابعين مارين لوبان وزيمور وأتباعها الذين ما لم ينسوا ويجري في الدم نتاعهم الجزائر الفرنسية، أن كيف دخلوا، كيف وجدوا الجزائر وكيف تركوها. يعني كم كانت نسبة الأمية، كم كانت، يعني ما هو مركز الجزائر في البحر الأبيض المتوسط، ومن أتى إليها. يعني وكنت قدمت فيديوهات سابقة حكيت فيه بالتفصيل على درجة الأمية اللي كانت في الجنود الفرنسيين والمعمرين الفرنسيين الذين أخرجوا من السجون وأتوا بهم للاستحواذ على أراضي جزائرية، وهذا التاريخ يقول في هذا. المهم، قلت لكم الرئيس الجزائري وجه هذا الخطاب للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري ولفرنسا التي تدعي أنها يجب طي الصفحة، ولا ننسى ما فعله الاستعمار الفرنسي للجزائر وللمستعمرات. تذكيرا فقط، الجزائر وأعضاء الاتحاد الإفريقي أعلنوا أن سنة 2025 ستكون سنة قانون تجريم الرق، الاستعباد والاستعمار الأجنبي. يعني الجزائر ستتكلف بهذا الموضوع لتجريم الاستعمار. يعني كما قلنا، فرنسا أرادت أن تتكلم باللهجة التي كانت تستعملها قبل 20 سنة، وتتكلم مع الأفارقة على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، وهي المسؤولة عليهم، يعني هي اللي تتكلم في مكانهم. ونسيت بلي الأمور تغيرت بدليل ما يحدث بالساحل، بدليل الندية اللي تقوم بها الجزائر في التوترات الأخيرة. وآخرها أحبائي المتابعين، عندما أكدت الجزائر وعلى لسان رئيسها أن اتفاقية 2005 ستعالج وستناقش بندا. وقداش من مرة كانت اللجان اللي جات الجزائر، قداش من مرة تقول ماذا بينا نعالجوا الاتفاقية بصفة عامة، ولكن الرئيس الجزائري وقداش من مجلس نتاع حكومه من اجل هذه النقطه بالذات اللي درسها وعاود حط الشروط نتاعو. وكانت من بين الشروط نتاعو اللي قالها في صحيفه لوبينيون، يعني ند لند، وكملنا مع الجزائر اللي هي سوق لخردة اوروبا. فماذا حدث أحب المتابعين؟ الجزائر قامت باتفاقيات ثنائية مع إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، النرويج، البرتغال، واتفاقيات أمنية وعسكرية مع أمريكا، واتفاقيات أمنية واقتصادية وعسكرية مع روسيا واليابان والصين. وبذلك وعلى لسان أكبر محلل في العلاقات الجزائرية أو الإفريقية الفرنسية، قال أنه قاعة الانتظار لا سال داتونت نتاع الجزائر
راهي مملوءه، وراهم كل واحد يستنى الدور نتاعو باش يدي نصيبه من الاستثمارات في الجزائر، وسحب البساط من فرنسا. والقضيه الاخيره احب المتابعين نتاع الصنصال، والذي اعاب غوتايو صديق صنصال، والذي يتبنى كل الافكار تاع صنصال ويسوقها على اساس انه اللي يتكلم بها هو جزائري قح. يعني كيفاش ما نتبنوش الافكار نتاع الجزائري قبل في الجزائر، كما نقول لك نقولوا فرنساويين غير كي نجوا في الوجه نتاعهم. المهم قلت لكم الجزائر فككت الاتفاق الاوروبي، بدليل انه السفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر قال نحن نتبنى الطلب الجزائري في اعاده النظر في اتفاقية 2005 بندن، والمعطيات نتاع 2005 بالجزائر ليست هي المعطيات نتاع 2025، بدليل التنوع اللي راهي تعرفوا الجزائر في المجال الاستثمارات والاقتصاد. فقط غوتايو باش نرجعوا له اللي اعاب على اليمين واليمين المتطرف كيفاش ما وقفوش معاه للدفاع على بوعلام صنصال والمطالبه بشده على الافراج عنه، كما طالب بارتواديلا الصبي المتهور في السياسه الفرنسيه، ودار لائحه في الاتحاد البرلماني الاوروبي باش يضغطوا على الجزائر والمطالبه الفوريه بالافراج على صنصال. الجزائر ردت عليهم وعن طريق الرئيس الجزائري وعن طريق السياسيين وعن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، قالت هو بيد القضاء والقضاء هو من يقرر، يعني انتم راكم تطبلوا في الماء. المهم قلت لكم الاتحاد الأوروبي واش قال غوتايو؟ قال لهم لازم، يعني راسلهم وقال لهم لازم تضغطوا على الجزائر، لازم ما كانش اتفاقية بدون الإفراج على صنصال. سيدي شوف سيدي. المهم الاتحاد الأوروبي قال نحن نوافق مناقشة الاتفاقية 2005 بندن. فيا روتايو ما جوابك الآن؟ ولحد الآن مازال ما سمعناش جواب غوتايو على قضية لو بيبي غاتي تاع ساركوزي، الولد نتاعو الصبياني، يعني الكلمة التعابير أو كيفاش نقولوا القضايا أو تعليقه على قضايا سياسية كبيرة، يعني مشاريع ضخمة كانت تربط بلاده بالجزائر واللي خسروها. من شوفوا من مصانع تركيب السيارات، من القمح اللي كانت الجزائر تجمل عليهم وترفدهم بأثمان مرتفعة، ومنذ 5 سنين يعني شوفوا 2025 غادي الجزائر تستورد 0 قمح من فرنسا. يعني شكون اللي راه يبكي الآن؟ المهم هذاك التهور تاع ساركوزي الابن اللي قال كون جيت في الحكم نحرق السفارة، مازال ما سمعناش روتايو. هذا ينادي لعملية إرهابية للتعدي على دولة جارة تربطنا بها علاقات دبلوماسية، حتى ولو رانا ساحبين السفير تاعنا وبيناتنا 6 ملايين فرنكو الجيريان، يعني مئات الآلاف من الشركات الفرنسية الجزائرية. على هذا إنسان، هذا عبد يا ربي، واحد يعني سياسي، كون هذا عنده سياسة يعني غير ينرفيه يقول له هذا الشيء، واش يبقى كيفاش تمشي فرنسا؟ يعني انا خليني من هذاك يعني عمره ما يحلم باش يكون رئيس. المهم راني نحكي على روتايو كي لو لونسور داليرت بوبعرة اللي قال لك على بوعلام وترجم ترجمه غالطه على تصريحات بوعلام. خلينا من هذوك القروده، استغفر الله يا ربي مانيش باغيين، ولكن وصل جابوها لرواحهم. يعني كيفاش tout de suite en 24 heures اكسبولسيون طياره، وهذا ما تردش عليه ولا راك داير له بلاصه في الحكومه اللي راك تتمنى فيها في 2027، طبعا خدمه لحبيبك وصاحبك ساركوزي اللي كنتم مع بعض. المهم فقط باش نقول لكم في يوم الشهيد الرئيس الجزائري رد على صبايا وصبيان السياسه الفرنسيه، وعنده الحق. وما قال لك علاش يرد على رئيس حزب؟ علاش خويا؟ مثل التاريخ الجزائري، من حقه، هو رئيس دولة، من حقه يرد على هذيك البلاد. وأيضا
الاتحاد الأوروبي اللي أجاب بالإيجاب على اقتراح الجزائر إعادة النظر في اتفاقية الاتحاد الأوروبي بين الجزائر تاع 2005، والتي ستكون في القريب العاجل. شكرا لكم على المتابعة، نبلغكم السلام الوالدين. مع السلامة.